ليه رونالدو ما بقاش يعرف يلعب الفري كيك زي زمان؟ فاكر اي فريق كان بيتعاقب ازاي لو عمل فاول قدام رونالدو؟ وده لان رونالدو زمان كان بيقدر يسجل من اي مكان في الملعب، قوه ودقه وسرعه حاجه ولا اروع. بس دلوقتي متوسط نجاحه وصل لمستوى غريب. من 2014 لحد دلوقتي نسبه نجاحه في الركلات الحره 4% بس. طب ده ليه؟ لأن رونالدو كان بيعتمد على فكرة الناكل بول، والحقيقة إن كرة الجابولاني والكور وقتها كانت مساعدة جدا إن هو يعمل ده. طبعا الناكل بول هي إن الكورة وهي ماشية في الهواء ورايحة لحارس المرمى بتمشي بشكل عشوائي، فحارس المرمى مش بيبقى عارف يتوقعها وبالتالي غالبا بتدخل هدف. لكن في سنة 2014 بقى ناسا قالت إن الكور دي مدورة زيادة عن اللزوم وبالتالي بتبقى صعبة جدا في اللعب، وعشان كده قرروا يغيروا تصميم الكورة تماما. ومن هنا بقت كل الكور الجديدة صعب جدا تعمل بيها الناكل بول إلا لو كانت الشوطة خارقة. طب رونالدو يجيب منين القوة الخارقة دي لما هو في نفس السنة اتصاب إصابة صعبة جدا في ركبته؟ يعني تسديدة النقل بقت صعبة عليه جدا. قبل الإصابة الفري كيك اللي كان بيسددها كانت بتوصل ل 130 كيلومتر في الساعة، بس بعد الإصابة للأسف السرعة دي بقى صعب جدا يوصل لها بشكل متكرر وثابت زي زمان. من سنة 2014 رونالدو سجل حوالي 150 ركلة حرة، جاب منهم 6 أهداف بس. أما ميسي نسبته أكتر من 9%، غالبا كل مرة بيلعبها بنفس الكيرف ده وأغلب الأوقات بتظبط معاه.